انتوا عارفين انا اصلي من قريه اسمها سنهوت، مركز من القمح شرقيه، ده ابويا يعني. فانا بصراحه الحته دي عجباني. الفيديو ده عامل جدال كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي من ساعه ما نزل، لما عمرو دياب طلع في الحفله الاخيره لما قال انا اصلي من سنهوت من مركز من القمح محافظه الشرقيه. في ناس كتير جدا اتخانقت، لا ده هو اصله بورسعيدي. وبعدين نرفزنا اكتر، الناس تقول ده اول مره يقول انه مش شرقيه. لا، يبقى انتوا مش متابعين عمرو دياب من زمان. عمرو دياب ما فيش لقاء ليه اللي كان بيقول انا اصلي مش شرقيه. وعلى فكره يعني حتى كان في مداخله مثلا كان مع احمد شوبير على فكره، قال ده انا سايب والدتي كنت لسه عندها وهي في الشرقيه دلوقتي، ووالده الله يرحمه من الشرقيه من قريه سنوت ومدفونين هناك الله يرحمهم يا رب. فانا ما اعرفش ايه الاستغراب يا جماعه. عمرو دياب والده كان شغال في الهيئه في بورسعيد، وعمرو دياب اتولد هناك، بس اصل اهله من الشرقيه من مركز من القمح. عمرو دياب اتولد هناك ودخل المدرسه هناك. حصلت النكسه، جم من بورسعيد رجعوا على بيت العيله تاني في الشرقيه. حتى انا سمعت لقاء لعمرو دياب في برنامج الحلم، كان بيقول انا اكتر حاجه كنت بحبها السرسوب بتاع الجاموسه بعد ما الجاموسه بتولد. وروحوا شوفوا الفيديوهات يعني. ودايما معتز باصله بالمناسبه. عارف انت لما مثلا موظف هو اصله من المنيا وشغله في القاهره، جه من المنيا واتجوز خلف ابنه مثلا في القاهره، يبقى كده الولد اصله من القاهره ولا اصله من المنيا؟ لا، هو اصله من المنيا. هو ده اللي حصل بالظبط. فعمرو دياب اساسا شرقاوي، وكل الناس عارفه. هو اتولد في بورسعيد ودخل مدرسه في بورسعيد، وليه اصحابه برضه هناك كتير وكده، بس هو الراجل اصله معتز باصله مش شرقيه. عمرو دياب شرقاوي. وبالمناسبه لو حابين اذكر لكم يعني كم العلماء والمشاهير اللي محافظه الشرقيه، لا يعني انا عاوز فيديو بقى كامل. اللي عاوز اعمل فيديو زي كده يبقى اكتبوا لي في التعليقات. بس اقدر اقول لكم على كم اسم كده صغير مثلا في العلماء. مثلا في العلماء ولا الاطباء، الدكتور مجدي يعقوب من بلبيس محافظه الشرقيه، الدكتور فاروق الباز من الشرقيه. عدوا بقى قراء قران كريم، مغنيين، اشهر اطباء، اشهر علماء، حرفيا نجوم المجتمع بجد والله اغلبيتهم من محافظه الشرقيه.